انسوا بقى السلق والشوي وجربوا احلى طريقه للبطاطا. هنعمل النهارده صينيه بطاطا، عايزه اقول لكم هتبهروا البيت كله بيها. اول حاجه كده مع بعض هنجيب البطاطا نغسلها طبعا كويس جدا، وبعد كده ببدا اقشرها بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. انا هستخدم النهارده كده معاكم كيلو ونص من البطاطا. بعد ما قشرتها ببدا اقطعها كده معايا حلقات، وهبدا دلوقتي كده اضيفها معايا في حله كبيره طبعا تاخد كميه البطاطا، وعليهم نص كوبايه من الحليب او نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من السكر، ونرفعهم معانا على النار بحيث البطاطا دي تستوي معايا تماما. هوريكم ده شكلها بيكون عامل ازاي. طبعا تخلي النار كده متوسطه وتقلبيها كده من وقت للتاني طبعا عشان ايه ما تتلسعش معاكي. كده خلاص هي استوت معايا تمام. هحطها كده في مصفى واصفي كل الميه اللي فيها. وطبعا الميه دي انا مش هرميها، هضيف كده عليها لتر ونص من الحليب. الميه دي عايزه اقول لكم فيها الحلاوه كلها بتاعه البطاطا. ضفت كده عليها لتر ونص من الحليب، ويفضل بقى حليب يكون بخيره. وهضيف دلوقتي كده عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا. وهنبدا نقلب كويس جدا بحيث ما يكونش في اي تكتلات. في المرحله دي لو ما عرفتيش تقلبي كويس ممكن تاخديهم في الخلاط تضربيهم بحيث ايه ما يكونش في كتل خالص لايه للنشا ولا للدقيق. اول ما القوام ينعم معاكي بالشكل ده نضيف عليه السكر على طول. وطبعا كميه السكر دي ترجع عليكم على حسب بقى طبعا ما بتحبوا. انتوا هترفعوا دلوقتي على النار وتبداوا تدوقوا. عايزين تزودوا سكر تاني براحتكم خالص. بعد ما بدا يستوي معايا تمام ببدا اضيف لي كده مكعب من الزبده والفانيليا. ولو ما فيش زبده ممكن تضيفي قشطه، هتدي لها برده طعم غني قوي قوي. عايزه اقول لكم الكريمه دي تتاكل كده لوحدها حاف، مش محتاجه جنبيها اي حاجه تاني. والله من غير بطاطا ولا اي حاجه جربوا تعملوا الكريمه دي، طعمها حلو قوي قوي. ميكس الدقيق مع النشا بيدي طعم كريمي وحلو جدا. هنجيب دلوقتي بقى كده معانا صينيه فرن، اي صينيه طبعا متوفره عندك مش شرط خالص بايركس. هنحط كده فيها كميه من الكريمه وبستناها تبرد كده لمده 5 دقايق، وبعد كده ببدا اضيف البطاطا بتاعتي. طبعا زي ما شفتوا كده معانا مش هرساها قوي عشان احس كده بطعم البطاطا. عايزه تهرسيها عن كده براحتك خالص زي ما تحبي، دي حاجه ترجع ليكم بقى. هنحط بقى الكميه بتاعتنا، واهم حاجه نسويها كويس جدا. طبعا انا بستنى لما الكريمه تبرد عشان اقدر احط البطاطا وما تنزلش كده معايا لتحت، وتبقى الطبقات ايه مظبوطه معايا. فبحط كميه البطاطا بتاعتي بالشكل ده لحد ما اخلصها كلها، وبعد كده هنسويها معانا بالشكل ده، ونبدا بقى نحط على الوش ايه باقي كميه الكريمه بتاعتنا. وبكده خلاص تكون جاهزه معانا تمام. هندخلها بقى معانا الفرن. اول ما تاخد معانا لون هنطلعها على طول. طبعا كل حاجه يعتبر مستويه، فانا بخليها تاخد مثلا 10 دقايق من تحت، وبعد كده بفتح لها ايه الشوايه تاخد معايا لون مفيش اكتر من كده. بخرجها من الفرن واستنى لما تبرد معايا تماما، وبعد كده بقدر اقطعها بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. هتطلع معاكي قطع وشكلها حلو قوي قوي، والطعم عايزه اقول لكم بقى في حته تانية. ان شاء الله لما تجربوها انا متاكده هتعجبكم جدا. شايفين الجمال؟ الله اكبر، لوحه فنيه. والطعم بقى يا جماعه والله بجد خطير ما شاء الله، مفيش احلى من كده. اتمنى فعلا تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده تدعموه باللايك والشير عشان يوصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. ومع الف سلامه.